السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تنزلي تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك إشعار بيه. وتعالي كده معايا نشوف تفاصيل الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. الفيديو النهارده تشجيعي كده وكله حماس وكله ميه ورغاوي كده، فشجعيني باللايك الحلو الجميل اللي ما بيخسركش اي حاجه غير ان انت بتتفاعلي مع الفيديو وبتعرفي، بعرف منك ان الفيديو عجبك. فشجعني كده باللايكات والاشتراكات عشان طبعا اعرف ان الفيديو عجبكم. وتعالوا كده نخش في تفاصيل الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهارده. زي ما انتم شايفين دخلت كده على الحمام، وروتين النهارده روتين حماسي جدا وكله طبعا طاقة ايجابية. فزي ما انتم شايفين معايا كيس البريكس ومعايا العلبة الصغيرة اللي انا سايباها دايما في الحمام عشان اشطف منها الحمام واشطف منها اي مكان انا عايزه اشطف. فزي ما انتم شايفين حطيت طبعا شويه بريكس وحطيت شويه صابون من اللي هو الاصفر، بجيبه كده في علبه بريحه الليمون. فزي ما انتم شايفين بدات طبعا ان انا ادعك الحوض وادعك الحنفيه وادعك كل مكان، حاسه ان هو متسخ. فزي ما انتم شايفين دي الصبانه برضو بجيب من ورا الحوض وبرجع اشطف كده، والمكان اللي بلاقيه متسخ برجع له تاني واعيد عليه تاني. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي كل ما بدعك الحنفيه طبعا بتلمع معايا وبتنضف معايا، والمكان طبعا زي ما قلت لكم بلاقي بقع عليها تانية كده، فبحاول ان انا اطلعها هي والحوض. بعيد كده بالسلكه طول ما انا ماشيه كده في الحمام وطول ما انا بشطف. زي ما شفتوا كده يا حبايبي شطفت كده تشطيفه حلوه جدا جدا عشان طبعا الصابون ما يجيرش معايا على الحنفيات ولا يجير معايا على الحوض. فزي ما انتم شايفين جبت الجردل ده وهبدا ان انا املاه كده زي ما انتم شايفين، واحط برضو فيه شويه بريكس وشويه صابون وشويه برسيل عشان طبعا ادعك الحمام، ادعك ارضيه الحمام دعكه حلوه كده وانضف تنظيفه عميقه كده. وطبعا ادعك الشباك وادعك الدش وادعك كل الاماكن اللي موجوده معايا في الحمام. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي مليت الجردل وخليته كله رغاوي بقت، وصباح الرغاوي والروايح المنعشة بقت اللي بتدينا طاقة وحماس وبتخلي ريحة بيوتنا جميلة جدا جدا. زي ما انتم شايفين جبت المقشة بقت هي السلاح ذو حدين اللي انا هستعمله النهاردة. فزي ما انتم شايفين جبتها كده وقلت هدعك بيها الشباك، طبعا منها هتنجز معايا اليوم، ومنها طبعا انا بعيدة عن الكاميرا لان طبعا انا ما بظهرش في الكاميرا، فهتسهل عليا حاجات كتيرة جدا. فزي ما انتم شايفين بدعك كده الشباك دعكة حلوة كده بحيث انزل بس التراب اللي عليه، وبروح جاية شطفاه على طول طبعا عشان طبعا الصابون ما يجيرش طبعا عليه. زي ما شفتوا كده يا حبايبي دعكت طبعا الشباك دعكه حلوه وشطفته كده على طول. ما ينفعش ان انا افتح الشباك وادعكه كده من جوه لان الشباك فاتح على المنور، والمنور طبعا معظمكم عارف ان المنور فيه حمام، فلو رشيت على الحمام الحمام كله هيبوظ وممكن يموت معايا. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي جبت بقى المقشه وقلت اعمل بيها المنطقه دي كده، ولمعت معايا من اقل حاجه، فاقل حاجه بتبان في الحمام وبتنضف معاك الحمام. وجيت هنا برضو على الدش وقلت برضو اديه دعكة كده لان بيكون مجير كده مكان الصابون، لان ده اكتر مكان معرض للصابون. فزي ما انتم شايفين دعكت الخرطوم ودعكت طبعا الوصلة بتاعة الماسورة كده زي ما انتم شايفين، وبشطفها طبعا علشان الصابون طبعا ما يلزقش عليها او يجير عليها. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بنزل على تحت بقى. وزي ما قلت لكم قبل كده انا لما بيكون ناويه ان انا انظف بنظف من فوق لتحت، يعني بجيب الحاجات اللي فوق زي الشباك الدش وبروح نازله على الحاجات الباقيه اللي معايا من تحت. لو هعمل الحيط من فوق بجيبه الاول من فوق وبعد كده بنزل عليه من تحت، عشان طبعا لما اشطف من فوق والدنيا تسهل معايا والحته تنشف معايا من فوق الاول وبعد كده من تحت. فزي ما انتم شايفين جبت المقشه برضو وقلت ادعك بيها القاعده كده من فوق ومن تحت. طبعا انا دعكاها من جوه كده بالفرشه اللي هي على جنب ديت،
فديت بتجيب معايا المنطقة اللي جوه، فقلت اعملها كده بالمقشة، واجيب طبعا القاعدة من تحت كده، الرجل بتاعتها كده من تحت، واجيب طبعا المنطقة اللي جنب القاعدة كده من الزوايا كده، لان المقشة طبعا بتدخل معايا في الزوايا ديت، والفرشة او المقشة الشراشيب بتاعتها بتدخل تحت القاعدة، في المكان اللي تحت القاعدة ده طبعا بيكون كله اصفرار وكل اتساخات كده، فبتنضف تنظيف حلو جدا جدا. جربوها ومش هتندموا. اعملي لك مقشة كده للحمام، ومقشة للمطبخ، ومقشة طبعا لجميع البيت من جوه بقى. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، جبت الخرطوم وبدأت طبعا ان انا اشطف القعدة على طول كده. الخرطوم ده انا موصلاه في حنفية كده، بس ساعات بيخلع، فبضطر ان انا اعمل بالعلبة اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. فقلت بقى اشطف المكان ده، وفي مقطع كده اتحذف من الفيديو وانا برضو بدعك الحيط وبظبط الدنيا. كان الفيديو طويل جدا بس معرفش اتحذف ازاي، وانا بصور لكم بعد التنظيف كله، بعد ما نظفت الحمام كله، بوريكم كده التشطيبة اللي انا عملتها، بس مش عارفة اتحذف ازاي او ما تصورش ازاي، ما عرفش. فزي ما انتم شايفين برجع كده طبعا على ورا، وبجيب طبعا المناطق اللي كلها اصفرار، علشان طبعا السيراميك معايا ابيض فبيتسخ معايا على طول. شايفين كده يا حبايبي، طبعا حاسين باختلاف، كل لما بدعك الاصفرار ده بيروح على طول من السيراميك، فلازم كده اول باول تدعكيه وتشيليه وتنضفي الحمام بتاعك تخليه يبرد. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ظبطت الحمام وطلعت منه وهو 10/10، بس معرفش الفيديو اتمسح ولا ايه. بس تعالوا الاول اقول لكم احنا كده رايحين على فين. ده مدخل السلم كده زي ما انتم شايفين، فهنعمل فيه تنظيفات برضو حلوة وجميلة وكلها رغاوي زي اللي حصلت في الحمام. فزي ما انتم شايفين ده المدخل بتاع السلم او مدخل البيت، بس في مدخل ورا انتوا شفتوه قبل كده. فتعالوا بس هنظبط الدنيا مع بعضينا واوريكم المدخل اللي بره، اللي فيه طبعا الجنينة البسيطة بتاعتي. ده الباب اللي بيوديني طبعا على السلم، فقلت طبعا اكنسه كده بالمقشة وانزل التراب اللي عليه علشان ارجع له تاني واغسله معاكم بالصابون والمقشة. بس للاسف في اخر الفيديو نسيت ان انا اجي ناحيته، غسلت طبعا البوابة وغسلت طبعا الاماكن دي كلها، بس نسيت الباب ده ان انا اغسله معاكم وانضفه معاكم من التراب. فان شاء الله في الفيديوهات الجايه نعمله مع بعض. جبت بقى المقشه بتاعتي وقلت اكنس بقى بير السلم ده او المدخل بتاع السلم على حسب ما انتوا بتقولوا، وقلت ادي كنسه كده حلوه جدا. وزي ما انتوا شايفين بكنس كده كل الزوايا حرفيا علشان طبعا تنضف معايا وما يكونش فيه اي تراب، عشان لما اكب ميه ما يعجنش الدنيا معايا ويبهدل الدنيا بالطين يعني. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هبدأ طبعا اطلع الزبالة او الكناسة اعزكم الله على بره كده، علشان اما اجيب المية واكبها يكون انا كنسة ومخلية الدنيا فلة و10/10. طبعا انا طلعت من الحمام بعد ما غسلت الحوائط كلها. ده المقطع اللي كان محذوف من الحمام وخليته على سنجة 10، بس المقطع راح فين انا معرفش. فشجعوني كده بلايكاتكم الجميلة علشان طبعا اعمل لكم فيديوهات حماسية من ديت اكتر واكتر. لو عرفت ان انتوا طبعا عجبكم الفيديو والفيديو وصل لاكتر عدد من المشاهدات واللايكات، اعمل لكم منها، نعمل منها فيديوهات تانية، يعني اعمل لكم برضو نفس الروتين في نفس الاماكن، وندخل على الجنينة ونعمل فيها روتين حلو كده، نتشجع كده بخرطوم المية ونرش بقى المية. واعرف برضو ان انتوا حابين الفيديوهات اللي من النوعية ديت، فشجعوني كده بلايكاتكم واشتراكاتكم، ويدخلوا اشتركوا معايا في القناة عشان نصبح عيلة كده جميلة، وان شاء الله العيلة الصغيرة دي تكبر بيكم بإذن الله، ونفضل مع بعض لحد طول العمر. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، فتحت البوابة طبعا وجبت من تحتها طبعا عشان بيكون في زوايا كده تحتها بيكون فيها تراب، فشلت كل التراب اللي كان في المكان اللي انا هرش فيه الميه. وزي ما انتم شايفين جبت بقى الجردل بتاعي اللي مليان رغاوي وصابون، وقلت بقى ادعك كده بالمقشه بتاعتي. فزي ما انتم شايفين دي المقشه بقى اللي انا مخصصاها للمطبخ، يعني بكنس بيها المطبخ. في عندي مقشه تانية بقى للريسبشن والغرف والاماكن دي، انما انا عامله مقشه للمطبخ ومقشه للحمام. فانا ما برميش المقشات اللي بتقدم عندي، بسيبها كده للحمام والمطبخ، انما الجديده بسيبها طبعا للريسبشن والغرف. تعالوا كده نرجع للفيديو بتاعنا عشان طبعا ما تتوهوش مني. فزي ما انتم شايفين وشايفين انا عملت ايه، غسلت طبعا الارضيه كلها، وبروح طبعا على البوابه علشان ادعكها كده بالفرشه وارشها كده بالميه، انزل كل التراب اللي عليها. هي ما كانش عليها تراب كتير لاني كنت عاملاها قبل كده بس ما صورتش معاكم.
فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بروح على الجزء التاني من البوابة وبرضه بعمل فيه نفس النظام، وبرش طبعا عليه مية انزل برضه التراب اللي عليه، بس هي ما فيهاش اي تراب، وانتم ملاحظين برضه من المية اللي بتنزل طبعا في الجنينة. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو اوعي يكون نسيتي تحطي لي لايك وتشجعيني كده باشتراكك الجميل اللي هتنضفي بيه لعيلتنا الجميلة. فزي ما انتم شايفين كده بروح بقى تسحب المية كده بالمقشة ومطلعاها على بره، والمكان كله نظيف ما فيش اي تراب طالع مع المية، لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو انا كنست كنسة جميلة جدا عشان طبعا ما يعجنش معايا الدنيا ويكون في تراب. فزي ما انتم شايفين المية نازلة نظيفة جدا جدا، شايفين الرغاوي وشايفين المية كأن شطفت الجردل وكبيت المية اللي فيه وبس. فزي ما انتم شايفين المية نازلة جميلة جدا. اما لو كنت ما كنستش، لاني اعرف ناس بتكب المية على التراب وبتقول كده كده التراب هينزل مع المية، فبتلاقي المكان كله متعجن بالطين، كل ما تيجي تمسحي كده بتلاقي طين. فزي ما انتم شايفين بدأت طبعا ان انا امسح كده الرغاوي اللي انا عملتها والمية اللي انا عملتها، وارجع اشطف تاني واكب مية تاني. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، لان طبعا في صابون كده ممكن يزحلق الاولاد، فلازم امسحه كده بالمساحة وارجع اشطفه كده بشوية مية نظيفة. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، شجعوني كده بالدعوات الحلوة الجميلة بتاعتنا اللي بترفع من الفيديو واللي بتحمسني، واعرف طبعا ان في ناس بتشوفني وبتتفرج عليا وان انا ما بكلمش نفسي. فشجعوني كده باللايكات علشان الفيديو يترفع معانا، واعرف ان الفيديوهات دي حماسية وبتشجعكم بإذن الله وانزل لكم منها. وادعوا لي كده دعوة حلوة كده في الكومنتات تكبر بخاطري. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي كنست ونزلت الرغاوي كلها، وادي المدخل اهو بقى جميل جدا، وان شاء الله نعمل فيه روتين حماسي برضو يشجعنا كده كلنا، وتنظيفات عميقة كده. واغسل معاكم بقى الطبلية بتاعة رمضان علشان كل سنة وانتم طيبين. رمضان ان شاء الله على الابواب، وفي ثانية وفي غمضة عين بنلاقي رمضان طبعا على الابواب، وبنلاقي الشوارع كلها طبعا اغاني رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا بالخير واليمن والبركة والسلام إن شاء الله. زي ما انتم شايفين دي الجنينة بتاعتي، ودي المية طبعا اللي احنا غسلنا بيها. وزي ما انتم شايفين الجنينة بتاعتي بسيطة كده وجميلة وهادية كده، وإن شاء الله نعمل فيها روتينات حماسية كده، ونغسل طبعا السجاد عشان العيد، ونشوف هنعمل ايه مع بعضينا بإذن الله. زي ما انتم شايفين ده الزرع اللي انا وريته لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، واللي ما شافش الفيديوهات يروح يشوفها. وفي فيديو تنظيف المطبخ تنظيف عميق جدا جدا، وغيرت شكل المطبخ، غيرته تغيير جذري كده، وغيرته كده 180 درجة، وعملت له تنظيفات عميقة قبل الشتاء. روحوا شوفوه وان شاء الله يعجبكم بإذن الله. وزي ما انتم شايفين ادي الروتين اللي احنا عملناه مع بعض النهارده. شجعوني كده باللايكات وادعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم ليا ولكم بالمثل إن شاء الله، وربنا يكبر بخاطركم كلكم زي ما بتكبروا بخاطري، اللهم آمين. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي دي الجنينة اهي بسيطة خالص، وداخلة طبعا على المدخل بتاع وهنا يا حبايبي بيكون وصلت معاكم لآخر الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك شعر بيه. وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.